ايه؟ زي الفل الحمد لله. رحاب ابو رجيله عامل ايه في الانتخابات؟ والله انا غيرت جزمتين لغايه دلوقتي يا كابتن من كتر المشي. ماشي فظيع لدرجه ان انا فكرت ان انا اجيب توك توك واخش بيه الناس. بتلف جامد يعني يا كابتن مع رحاب. قالوا لي لا، قالوا لي جلال بيه ابراهيم بيمشي اكتر. ربنا يديك الصحه يا كابتن ابو رجيله. الله يخليك كابتن. طيب يعني موضوع كابتن دكتور محمود سعد انا شايف ان هو موضوع حساس شويه. دكتور محمود طبعا من الشخصيات المحترمه جدا، عمل كتير لقطاع الناشئين في نادي الزمالك. شايف موضوع الاقاله ازاي يا كابتن ابو رجيله؟ ويعني اشمعنى التوقيت ده؟ والبعض برضه بيحمل يقول لك كابتن ابو رجيله كان سبب من اسباب اقاله الكابتن محمود سعد، فعايز حضرتك لا إله إلا الله. يعني كلام يتقال كده في نادي الزمالك، فعايز حضرتك ترد يعني تقول لي شايف القصه دي ازاي؟ لا اله الا الله. اولا يا كابتن كريم، انا بقالي فوق ال 55 سنه في نادي الزمالك. الحمد لله رب العالمين، ما حدش علم عليا علامه دي. تمام. الدكتور محمود سعد مشكلته مع النادي، مع مجلس اداره نادي الزمالك، مش معايا انا. مجلس اداره نادي الزمالك عمل هيكله من قيمه تقريبا شهرين ونص. انا اول واحد اتبلغت بان في فريق اسمه الامل، او الفريق الاحتياطي، او الفريق البي تيم. رحت للكابتن محمود سعد وقلت له النهارده كلموني كذا كذا، وجبت الجواب ورحت له وقلت له ان ادوني جواب وقالوا ان في قرار بمجلس اداره. استقبل الموضوع كده بشكل عصبي، وقال انا مش موافق على الموضوع ده. قلت له انا جيت لك مش موافق على فريق الامل يا كابتن محمود. نعم، دكتور محمود سعد مش موافق على موضوع فريق الامل اللي هو الفريق الثاني. وانتهى الموضوع، وانا وصلت الكلام للمجلس، وبعدين رجعنا تاني. انا جبت الكابتن ايمن يونس ورحت للكابتن محمود سعد في مكتبه، والكابتن ايمن حكى له الموضوع، وبعدين قال له ده قرار مجلس اداره، احنا عملنا هيكله بدل ما تمسك 15 فريق او 12 فريق، احنا عايزين نوزع الحمل ده كله على مجموعه من المدربين. جاب الكابتن احمد عبد الحليم مسكه مدرسه الكوره، كابتن فاروق السيد مسكه الاكاديميه، وانا كان المفروض ان كان في فريق اسمه الامل، ان انا اخد من كل الفرقه دي فريق يتمرن يوم مره ويلعب مباراه اعلى من المستوى بتاع الناشئين، لان احنا بنلعب في تعملوا صف تاني للفريق الاول يعني. بنلعب في منطقه الجيزه، ومنطقه الجيزه فيها مباريات قليله شويه عن منطقه القاهره. تمام. هو ما رضيش يفعل الموضوع ده، وانتهينا الموضوع خلاص. حاولنا بقدر الامكان. جاء موضوع ان مفيش ملاعب، جاء موضوع ان احنا اللعيبه دي كانت بتتمرن مع الفريق الاول، وبدانا انا رحت قال لي ازاي يعملوا الحاجه دي من ورايا. كلمت الدكتور كمال درويش وهو يشهد. الدكتور كمال درويش عنده الشجاعه انه يقول، واجتمع مع الكابتن محمود وقال له احنا هنعمل هيكله، بدل ما انت عندك الحمل ده كله عليك، احنا عايزين نعمل كذا كذا زي كل الانديه اللي في مصر، اذا كانوا مقاولين او الاهلي، كل فرقه ليها مدير قطاع. هو مش موافق. فحصل اني قال لي، قلت له انا هجيب لك الكابتن ايمن، وهجيب فاروق السيد، واجيب الكابتن احمد عبد الحليم وسامي منصور، ونقعد معاك بحيث ان احنا نتصافى وكل حاجه تبقى تمام. برضه هو قال لكابتن ايمن ان انا لازم ترجع لي كل الحاجات دي، وبعدين انا اتصرف زي ما انا عايز. المشكله مش معايا. هو الكابتن محمود كل ما يحصل حاجه في الكوره، يعني في مره كده الوايت نايس قال كلام كده على قطاع الناشئين، قال لي برضه للناس لولا ما الكابتن شوبير صالحنا في العزا بتاع الكابتن محمود الجوهري. انا مش عارف يعني هو تملي يشبك ابو رجيله في الموضوع. انا يا كابتن اكبر من كده. انا اشتغلت في 20,000 نادي، واشتغلت في فرق في الدوري الممتاز، وجبت بطولات وشبعان الحمد لله. ومناش بيني وبين الكابتن محمود عشان انا نط على حد، ولا تاريخي يقول كده. لكن هو مجلس اداره النادي الزمالك، كابتن محمود مش عايز يفعل الموضوع دوت. خلاص هو مع نادي الزمالك، هو مش عايز يفعل الموضوع. تمام. اكثر من مره دخل وسيط الكابتن محمود الخواجه، وقعدوا مع الكابتن ايمن اكثر من مره، وللاسف بعد ما يتفقوا الموضوع تاني يفشل. فانا
يعني يا ريت انت خارج الموضوع يعني يا كابتن اه او تكرمه الكابتن ايمن. وانا بقول لك انا شخصيا اكثر من مره طلعت في كل مره في التلفزيون اتكلمت على الكابتن محمود سعد اكتر ما اتكلمت على نفسي. تمام. يعني كل مره انا بطلع في التلفزيون بيجي لي فرصه اتكلم على قطاع الناشئين بتكلم على الكابتن محمود سعد اكتر ما هو بيتكلم على نفسه. فانا مش عايز حد يقحم اسمي في المواضيع ديت، لان انا الحمد لله تاريخي مع زمايلي مع حتت اشتغلت فيها عمر ما حد. ناس كتيره بتجتمع، هو ما بيجيش يقعد معانا ليه؟ يعني هو ما بيجيش يقعد معانا ليه؟ احنا بنجتمع اكثر من مره، حتى هو بيشوفنا احنا قاعدين في مكان هو بيمشي من الناحيه الثانيه. وانا بفوت على عربيتي، بنزل بعربيتي من عربيتي وانا اكبر منه سنا ومدربه، وبروح لغايه عنده واسلم عليه وابوسه واحضنه، وهو برضه لما بيشوفنا ما بيجيش يقعد معانا. انا ما اعرفش احنا عملنا له ايه. الموقف بينه وبين مجلس الاداره، مش بينه وبين ابو رجيله. تمام. مجلس الاداره هو مطلع القرار، احنا بنحترم الكابتن محمود، زود المدربين كويس، قدر يعمل لهم حاجات كويسه. انا كل ما اطلع في اي مكان بطلع الكابتن محمود السما، فانا ارجوه ان هو ما يقحمش اسمي عشان ما يبقاش الناس ما تاخدش عني اي كلام مش كويس. تمام. بشكرك كابتن محمود ابو رجيله، طبعا يعني نجم نادي الزمالك السابق، وكان هو كابتن ابو رجيله يعني بيوضح ان هو ملوش علاقه بقرار مجلس اداره نادي الزمالك